السلام عليكم. مساكم الله بالخير. اليوم عندنا مطبق دياي وعندي معكرونية ناشفة مع لحم المفروم. اوكي، خلوكم معايا. عندي لحم المفروم. اول شي حطيت اللحم ندقه شوي خليه يصير ناعم. بضيف البصل والثوم، طبعا هذا وايد بصل، نص الكمية، والثوم نضيف على اللحم. اضيف البهارات، اي نوع من بهارات تبي تحطين حط. صدقون نسيت الطماط. يلا عادي مفيش مشكلة. بضيف علبتين معجون كيديدين. الحين خلصت الحمسة، بس لازم اتأكد من الملح وبعدين اضيف المعكرونية. اوكي، اي نوع معكرونية اي شكل. انا طبعا اخترت الحبات الصغيرة. المعكرونية الناشفة اسويها نفس طريقة المجبوس. الحين اضيف الماء. لا تحطين وايد ماي، زين، حطي يعني شوية يعني على مستوى المعكرونية. إذا تحتاج بعدين شفتي المعكرونية وايد يابسة ضيفي، وإذا كانت يعني شوية مستوية مع البخار تستوي عدل. أوكي، يعني مستوى الماي الحين وايد كذي زين. راح أسكر على الجدر وأحط حديدة تحت الجدر وأخليها تستوي على كيفها. مع البخار المعكرونية تستوي. أوكي، ونكمل مجبوسنا. مو مجبوس، مطبق. شوفوا الدياي بقليه بالقلاية الهوائية، بس عشان ما ابي احط كركم حطيت شوية بودرة زعفران وبصب على الدياية كذي وبدخلهم القلاية الهوائية كذي خالصين. طبعا الحشو الياهل ما يحبون الحشو، راح اسوي لهم بس دياي وعيش. ندلع عيشته شوي بالسمن. يا سلام على العيش، يا سلام على العيش. تشمون الريحة؟ نجرب. ترى أنا من حريم قبل، لما أحط إيدي بالجدر أكل من الجدر، العيش هذا يصير فيه عافية حقي وحق عيالي. لا تطلع لي وحدة تقولي ويع شلون تاكل. يا سلام على العيش، يا سلام على العيش. واو، شوفوا الدياي بس. قليت الدياي بالقلاية الهوائية. يا سلام. هذه المعكرونية اللي طبختها مع اللحم المفروم وسويتها نفس طريقة المجبوس. فبذوق عشان عيالي يبيون المدرسة الحين يبي ياكلون، فالأم لازم تذوق أول شيء. يا سلام، يا سلام. أحلى معكرونية، أحلى باستا والله. الحين فروحة راح تستانس. جربوها وراح تحبونها والله، راح تحبونها.